للأسف الشديد 2024 نحن أمام غول، نحن أمام طامة كبرى. ما هي هذه الطامة الكبرى؟ الطامة الكبرى هي أنه اجتمعت عوامل 1988 مع عوامل 2019. عندي حبيت نتكلم على شيء مهم جدا. الشيء المهم جدا وهو أنه الحمد لله عليك يا ربي، نبهنا ربي للخيرات اللي موجودة في الجزائر. الآن عندنا مشكل أصعب بكثير. المشاكل التي خرج من أجلها الشعب في 1988 متوفرة الآن: أزمة اقتصادية، تدني في القدرة الشرائية، الناس مش لاقيه واش تاكل، الشر، الميزيرية، الهم، اللوبيا، العدس، اللحم الكونجلي، اللحم الفري ما كانش، جا من رومانيا، يعني أزمة اقتصادية خانقة عند الشعب. الرئيس تبون من المحاسن تاعو اللي ربي عطاها له أنه هو مهتم بالفلاحة، مهتم بالصحراء لأنه فلاح ومن منطقة فلاحية، وسخر إمكانيات لدعم الفلاحة والأمن الغذائي، لأنه في 1988 الدولة فقيرة والشعب فقير. الآن 2024 الدولة غنية والشعب ما زال فقير. الآن الرئيس تبون بصراحة اهتم بالفلاحة، وهذا أمر يشكر عليه أنه اهتم بالفلاحة، وخاصة الفلاحة الصحراوية. سياسة كمال الرزيق 3 سنوات جعلت الجزائريين يشتاقوا البيض واللحم، ويشتاقوا اللوبيا والعدس، اللي هي سياسة الحرمان. نحرمك من الخبز تولي تشتاقوا، رانا فيها ولينا نشتاقوا الخبز. والخيرات اللي موجودة في الصحراء أجود بكثير من الخيرات اللي موجودة في متيجة. نعم، بالصور والأدلة. إذن على هذا الأساس خلوني نشوف معاكم الصور هذه طبعا، ونتمنى شوفوا الله يبارك. هذا بالنسبة للمحاصيل الكبرى، القمح والشعير. شوفوا الله يبارك، هذيك الخيرات كلها من الصحراء الجزائرية. هذه من الصحراء، ماهيش في بوفاريك والبليدة وتسالة المرجة، نو، هذه في الصحراء القاحلة. شوف هذه الخيرات كلها الله يبارك. زيد شوف الفلاحة الأخرى الخضر، شوف الله يبارك، هذه كلها مساحات خضراء في الصحراء. هذه في واد سوف، في أضرار، في عين ميناس. شوف الله يبارك الخيرات. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. شوف طماطيش هذه من الصحراء، شوفوا الرمال تاع الصحراء، أجود أنواع الطماطم في الصحراء. شوف أجود أنواع هذا الباذنجان هذايا في الصحراء. شوف في الصحراء، شوف الطماطم هذه في الصحراء، الله يبارك، خيرات ربي. شوف العنب هذا في الصحراء، تخيلوا هذا العنب في الصحراء، ماهوش في تيبازا ولا قال في حمر العين ولا قال في بوركيكا ولا، لا، في الصحراء. شوف هذا البطيخ في الصحراء من أجود الأنواع في الصحراء. شوف هذا الخيرات الله يبارك، هذا السيريس، شوف يعني الله يبارك في الصحراء، رمال. شوفوا فلفل الحلو بأنواعه وألوانه من الصحراء. شوف الحقول الواسعة اللي بالعين المجردة ما تقدرش تشوفها، السقي المحوري، الله يبارك هذا الخير. شوف بطاطا من الصحراء، هي باينة من الصحراء. نفس الشيء بطاطا حمراء من الصحراء. الكاوكاو الله يبارك، الكاوكاو، الفول السوداني، الكاوكاو من الصحراء. هذه صحراء نظن واد سوف، لأن الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية، للأسف هذه حقيقة. الآن الرئيس تبون بصراحة اهتم بالفلاحة، وهذا أمر يشكر عليه أنه اهتم بالفلاحة، وخاصة الفلاحة الصحراوية. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية،
للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية. للأسف هذه حقيقة. الشعب الجزائري الآن عايش في ميزيرية. للأسف هذه حقيقة. أنا أدعو الشباب الجزائري للتوجه نحو الاستثمار الفلاحي. روحوا خدموا الفلاح، روحوا خدموا الفلاحة، لأني أنا شخصيا كبرت، أنا خلاص أنا داخل في 60، لكن أحيانا يا ربي والله أول ما ندخل الجزائر والله ندورها فلاح.